في لحظة بتقعد مع نفسك وبتحس انك لازم توقف وتقول كفاية عك وصبر على ناس ما بتتغيرش، كفاية جدال وعتاب مع ناس مش شايفة غير نفسها، وكفاية تفضل تتحمل وتسكت وتقول معلش خليها ماشية. وهنا يجي سؤال مهم، فكرت في كل اللحظات اللي ضاعت منك؟ كم مرة استحملت فيها حاجة مضايقاك وسكت؟ كم مرة كنت عارف ان الطريق اللي انت ماشي فيه غلط وبرضه كملت فيه؟ كم لحظة كنت مستني فيها حد يقدرك وهو في الحقيقة ما شافكش؟ وهنا لازم تقرر وتقف مع نفسك وقفة قوية، لان الوقت اللي راح منك مش هيرجع، بس اللي جاي لسه في ايدك. ولو فضلت في نفس الطريق فانت اوريدي هتوصل لنفس النهاية، لكن لو قررت انك تتغير فاوريدي حياتك كلها تتغير. ربنا قال في القرآن الكريم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني ابدأ النهاردة وعيش صح، عيش زي ما انت شايف وعايز، مش زي ما الناس عايزة، واختار نفسك واختار مستقبلك وما تسمحش لأي حاجة توقفك.